هذا الحين المنظر النهائي. هذا المنظر النهائي. هلا هلا هلا. اليوم طريقتنا عندنا دوك. هذه طبعا اللي ما يعرف الدوك هذه يعني معتبر انه شيء بحري. وهذا النغر اللي هو خثاق، يسمى خثاق، حبار او نغر. طبعا اليوم بنلعب فيهم بالجدرين. هذا عندنا طبعا من المكونات الرئيسية واحد بصل، عندنا الكزبرة، عندنا الطماط، وعندنا البطاط، بالإضافة إلى البهارات اللي بنقول لكم عليها واحدة واحدة ونتابع. الحين طبعا النغر بيكون هني، والجشيد لا آسف اللي هو الدوك بيكون بالجدر الثاني. يكون عندنا البصل نوزعه على المكانين طبعا على حسب الكمية. وعندنا طماط بنفس الطريقة. والبطاط اختياري. وعندنا هني شوية ورق غار بنفس الشيء. هني عندنا دارسين، نحاول نحط شوي هذا الجدر وشوي الجدر الثاني. عندنا اللومي الأسود أو اللومي الصحاري نحطيها بعد بالمكانين، وشوي من البهارات الصحيحة هني، وشوي من البهارات الصحيحة هني. أنا بصراحة لا أقول لك 5 حبات هني و6 حبات هني، لا، أغرب بالإيد وأحط. واللي بيتفلسف جرام وما جرام أنا ما أعرف، أنا طريقتي بالجرام. الحين البهارات، شوية كزبرة مطحونة، وشوي فلفل مجروش أو فلفل مطحون بالمكانين ما يضر. وعندنا الثوم المطحون، وعندنا الكركم وبزار السمك، وعندنا هني الزنجبيل المطحون. هاي المكونات اللي بنحطيها ان شاء الله بخلطة الصالون اليوم او المرقة. اللي هذا بيكون ناشف وهذا بيكون صالون ان شاء الله. هذه المكونات اللي نحن الحين حاطينها معانا. شوية من بزار السمك، هني شوية بزار السمك. بيبقى لنا بس معجون الطماط، بنحط معجون طماط اللي هو هني، بنفرغ 3 هني وواحدة هني ان شاء الله. هذا هني معجون الطماط. انا اقول لكم اني احب افعصه من الجوانب على اساس يكون سهل افرغ المكونات اللي فيه كامل بدون ما اخلي فيه اي شيء موجود بالعلبة. بعد ما فرغنا معجون الطماط، شوي من الزيت بالجدرين، واخر شيء بيكون ماي مقدار الطبخة اللي تبغيها، وبعدها بنوافيكم بالملح. هذا لان نحن بنسوي صالونة مرق فمحتاج ماي، انما الثاني شيء بسيط بس. خلاص بعد ما مكسنا وخلطنا المكونات، الحين نحط شوية ملح، كمية بسيطة، ونتأكد منه بعد ما نخلط المكونات مرة ثانية. بعد ما تأكدنا من كل المقادير حاليا نسكر على الجدور ونخلي كل واحد يلعب بمكانه. الحين هذا الجدر اللي فيه الخفاق واللي فيه النغر، انا حطيت كل المكونات داخل. الحين بحطه على الدياي وبدي اقول له توكل على الله، خليه يشتغل على راحته. بس مثل ما قلنا قبل لازم نتأكد انه الجدر على الكتم، هني تنسيم وهني تنسيم. نوعية هذا الجدر
هني تنسيم وهني تنسيم بالوسط يتسكر. هذا الجدر الاول بيعد، بيسخن المادة اللي فيه. من اول ما ينسم بيبتدي العد التنازلي حق الرقم هذا. وهذا الجدر الثاني اللي فيه الدوك، بنحطيه على اللحم وبنقول له بسم الله عليك وتوكل. خلاص وجهز. هذا هنا النغر، وهني كنا مسوينه داخل عندنا اللي هو الدوك. الحين طالع مالكم بنوقف وبنسم، واخوه نفس الحكايه نخليه ينسم لما يفرغ الهواء منه، عقبها ان شاء الله بنشيك عليه. الحين فرغ الهواء اللي فيه، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. هذا الثاني، يا سلام يا سلام. مسك صديقي هذا وعطني نراف، ما شاء الله ما شاء الله. طبعا الحين وقت الاختبار، انتم ما لازم تشوفوا هالمنظر هذا لان هذا بيتعبكم زياده. وهذا الحين احنا وقت الغراف. طبعا هذا النغر، وهذا هني الدوك ما شاء الله. وهذا هني الخبز، واللي يبغي عيش كله موجود ان شاء الله. الحين بنرتبهم هني وبنتعشى، وعلينا وعليكم بالعافيه يا رب. هذا الحين المنظر النهائي، هذا المنظر النهائي.